السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهاردة هنعمل صلصة الطماطم. لو حابة تركنيها في برطمانات هنقول هنعملها ازاي. لو حابة تحطيها في اكياس وتركنيها في الفريزر، كل ده هنعمله مع بعض. كل الخطوات، يعني لو لسه ما فرزتيش الطماطم شوفوا الفيديو الاول قبل ما تفرزي الطماطم وقبل ما تجيبي الطماطم بتاعتك. طبعا يا ريت تجيبيها بقى دلوقتي لان الطماطم بصراحة بدأت ترفع خالص. فالحقي بقى لو ما فرزتيش الحقي هاتي الطماطم بتاعتك وفرزيها وشوفي الطريقة بتاعتي وإن شاء الله الطريقة تطلع معاكي مظبوطة. يلا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ ونشوف الطريقة بتاعتنا. طبعا أنا جبت كمية طماطم قليلة جدا، أنا طبعا علشان بس وقفة المطبخ، فطبعا مش هقدر أقف على الرخامة وأعمل كمية كبيرة. فأنا هفرز معاكم كمية صغيرة وبعد كده مع نفسي أنا بقى هجيب الطماطم اللي أنا عايزاها وأبقى أفرزها بقى وأحطها براحتي. أنا هنا كنت جايبة 2 كيلو ونص بس. هنا بقسمها 4 كده، بقطعها 4 كده بالظبط وأروح حطها كده عشان تسوي معايا بسرعة. ممكن تعمليها من الظهر كده اللي هي خطين بس كده عشان القشرة تبقى سهلة وهي بتشال معاكي، بس هتاخد وقت في التسوية. فأنا بفضل إن أنا أقسمها 4 كده عشان تستوي معايا بسرعة. طبعا الطماطم بتكوني جايباها نوع كويس، طماطم ما يكونش فيها مية كتير. طبعا كنت بجيب قبل كده الطماطم كانت جميلة جدا للطبيخ وللصلصة، كانت بصراحة مليانة لحم، كانت حلوة جدا. بقالي فترة بصراحة مش بلاقيها خالص. فدي برضو كانت كويسة، فانت بتنقي نوع الطماطم الحلو اللي هي ما تكونش زعقة بتاعة الأكل دي، يكون الطبيخ ما تكونش اللي هي فيها زعقية دي شوية. حطيتها على النار وغطيتها كده وسبتها لحد ما غليت على نار متوسطة ما يكونش عالية، عشان الحلة معايا ما تلسعش والطماطم هتلزق فيها وتتحرق. بعد ما غليت بقى خلاص الطماطم استوت معايا خلاص اهي، بشيل كل المية الصفرة اللي طالعة منها دي، بشيلها كلها، مش محتاجينها. مش حلوة خالص وتلاقيها يعني الطعم بتاعها زعق كده شوية. وفيها زي حموضة، فدي كلها بتخلص منها وبرميها. شايفين كمية الطماطم قلت ازاي بعد ما كانت مالية الحلة على الآخر؟ قلت خالص. خلاص هي ده اللي هتطلع معايا صلصة مركزة جميلة جدا. كده هاخد بقى الطماطم بتاعتي بعد ما بردت خالص، انا سبتها بردت علشان ما ينفعش اضربها في الخلاط وهي سخنة، هتبوظ الموتور بتاع الخلاط او الكبة. سبتها بردت وبعد كده هنا الوقت هضربها. انا اشتغلت في الكبة، ممكن في الخلاط السهل ليكي اشتغلي بيه. عندك الهاند بلندر براحتك خالص زي ما موجود عندك اشتغلي. كده هضربهم وبعد كده هصفيها. طبعا لو هتضربي في الكبة او في الخلاط ما تشتغليش مرة واحدة عشان حاجة الموتور معاكي ما يتحرقش. تضربي ضربة وتقفي شوية، ضربة وتقفي شوية. وبعدين اصلا التعليمات كمان بتاعة الكبة اللي هي ما ينفعش انك تضربيه كله مرة واحدة. لو تضربي مثلا 10 ثواني تريحي 5 ثواني، عشان خسارة الحاجة عندك ما تبصي. هنا بعد ما ضربتها بقى بجيب المصفى، انا طبعا بحب اصفي في المصفى دي جدا. دي بتريحني في الرز، في غسيل الرز، في طماطم زي كده. بتشيل بقى اي قشور في الطماطم واي بذور، يعني بتخلص منها كلها، بتبقى طالعه الطماطم كده ما شاء الله بتكون جميله جدا. طبعا بالمغرفه بالسباتشولا اي حاجه وتشتغلي بيها هتصفي معاكي الطماطم، هتكون جميله جدا. الطماطم ما شاء الله طالعه تقيله وحلوه خالص، لان طبعا اتخلصت من كل الميه اللي فيها. شايفين شكل الطماطم؟ انا لسه كده هحطها على النار. طبعا المفروض بقى يعني المغرفة طبعا عشان فيها مية وكده انا هحطها لحد ما تنشف معايا خالص. اي سوائل مية كانت في الحلة او في المغرفة كلها كده تروح، حتى لو هتفرزيها في برطمانات ما تعفنش معاكي بسرعة بسبب ان الحاجة كان فيها مية. انا رجعت بقى الطماطم لورا. طبعا كده كده بهدلت لي البوتاجاز يعني انا عماله اغطيها عشان هتبقبق كده وتبهدل البوتاجاز، مفيش فايده برضو بهدلته. انا كده رجعت الحله ورا وجبت بقى معايا هنا الطاسه دي، حطيت فيها معلقه سكر واحده بس عشان كميه الطماطم صغيره قليله جدا. 2 كيلو ونص، طبعا على ما صفت كانت الكميه قليله أو اقل من كده. انا بحب اكرمل بقى السكر، بيدي طعم حلو للصلصه، طبعا ماده حافظه. وبيدي لون جميل قوي للصلصه بتاعتي، بيخلي لونها احمر كده وحلو. طبعا عشان الكميه صغيره انا طبعا ما كرملتش السكر كتير، هي معلقه علشان بس طعم الصلصه ما يبقاش يعني مسكر كده معايا. بعد ما يتكرمل كده ولونه بس يعني يبقى لونه ذهبي كده شوية، بحطه على الطماطم. باخد بقى شوية طماطم تاني واحطهم كده في الطاسة بس علشان يطلعوا كل السكر اللي فيها واحطهم تاني على الطماطم. شايفين كمية الطماطم قلت معايا تاني ازاي؟ خلاص انا حطيت معلقتين زيت بس انا مش عارفة هي ما جاتش ليه الزيت وانا بحطه، حطيت معلقتين زيت. معلش لو في زيطة لان انا بسجل جنب الشارع ففي زيطة جامدة خالص. هنا الطماطم معايا ما شاء الله جميلة جدا جدا، شايفين لونها حلو خالص ازاي. دي طبعا لو انت حابه تفرزيها بقى في برطمانات خلاص هي كده قلت خالص، انا كده سبتها لتاني يوم لحد ما بردت خالص. مفيش اي حاجه بقى في الحله كان فيها ميه. حابه بقى تفرزيها في برطمانات، طبعا اهم حاجه خالص، اهم حاجه انك تكوني واخده يعني مفيش نقطه ميه جت في الطماطم. بعد ما غليتيها تكون الطماطم نضيفه ناشفه خالص، علشان لو فيها اي شويه ميه تاني جم
هتعفن معاكي الصلصة لو ركنتيها برا الفريزر. هتجيبي البرطمانات هتعقميها يا اما في ميه بتغلي، تحطي البرطمانات بالغطيان تغلي كده في قلبها، بس تكوني حاطه فوطه تحت عشان البرطمانات ما تفرقعش معاكي. يا اما تحطيها في فرن البوتاجاز على السلوك، وتروحي كافيه البرطمانات كده وشها لتحت، وتخلي الفرن كده يا دوبك يعني حامي شويه كده، ما يكونش سخن قوي. البرطمانات تتعقم وتروحي حاطه فيها. بعد ما تعقم بقى ايدك ما تلمس اي حاجه خالص في البرطمانات. فعشان كده هو الموضوع صعب، فعشان كده انا بستسهل الاكياس عشان كده. البرطمان الغطا بتاعه ما يكونش مقشر، علشان طبعا لو البرطمان بتاعه الغطا بتاع البرطمان مقشر هيخلي الصلصه تبوظ معاكي بسرعه. ففي حاجات كتيره لازم تاخدي بالك منها قوي لو هتركين الطماطم في البرطمانات بره التلاجة او بره الفريزر. كده انت طبعا هيكون الغطا سليم، هيكون البرطمان ما فيش اي نقطه ميه. بعد ما تعقميه ايدك ما تجيش على الغطا ولا على البرطمان من جوه، علشان طبعا ما يبقاش فيه اي بكتيريا ويخلي الصلصه تعفن معاكي. بعد طبعا ما بتحطي الصلصه بتاعتك وتقفلي البرطمان كويس، بتحطيهم في حله تاني، تكون الحله فيها فوطه من تحت وفيها ميه مغطيه البرطمانات، وخليها تغلي، علشان تكه الامان اللي بتيجي كده في قلب في الغطا وانت بتفتحي كده، بيعمل تكه كده تبقى فيها برضو مفيش اي هواء يدخل لها خالص. فطبعا لان الموضوع صعب واكيد يعني الغطيان اللي بتبقى عندنا بتاع البرطمانات دايما بتكون مصديه، او بتبقى فيها يعني تقشيره كده خفيف، مش مصديه تقشيره. التقشيره دي اكيد يعني انها هتخلي الطماطم تعفن معايا بسرعه. فانا بقى بستسهل لما باجي احطها في برطمانات زي كده، بحط كيس واقفل البرطمان بتاعي عليها عادي. فدي طريقه ودي طريقه، فطبعا انا حطيتهم في الاكياس افضل لي، وبرده البرطمان ده حطيته في الفريزر، غطيته وحطيته في الفريزر. كده بقى بعبيهم كده في الأكياس، تخرجي كل الهواء اللي فيها. أي حاجة هتفرزيها لو كان فيها أي شوية مية هيخلي طعم الأكل بتاعك يغير، مش هيكون حلو خالص. أنا فرزت الكرنبة يعني لسه مفرزاه، وإن شاء الله الفيديو هينزل قريب، بس يا رب إن شاء الله الفيديو ده يترفع، بس علشان والله ببقى عندي فيديوهات كتير أصلا أنا مش عارفة أنزلها بسبب إن الفيديوهات ما بتترفعش. يعني أنا والله مسجلة عليهم وسايباهم، مش قادرة أنزلهم لحد الفيديو بس ما يترفع وأنزل اللي بعده. ففرزت الكرنب، وان شاء الله الطريقه بتاعته كل تفاصيله زي ما جالتش معاكي وكل حاجه في تفريز الكرنب. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو قريب علشان تلحقي تفرزيه قبل الكرنب ما يخلص، عشان كده خلاص احنا في اواخر الكرنب اللي هو الشتوي، خلاص كده يقرب يخلص بقى خلاص. فان شاء الله انزل لكم الفيديو قريب، بس ان شاء الله بقى بدعواكم كده معانا ان الفيديو ده يترفع، والقناه بقى يعني كده تترفع معانا بقى، والفيديوهات تتسمع كده. ربنا يصلح الحال يا رب ان شاء الله، ويوسع على الجميع، اللهم امين. كده انا عبيتهم كده في الاكياس وحطيت ده في البرطمان. دول هحطهم في الفريزر. اهم حاجه ما تحطهمش على حاجه تكون متلجه قبل كده، عشان ما تفكيش الحاجات اللي هي تلجت. حطيهم في مكان لوحده، انا بسيب مكان كده في الفريزر من قدام، بحط الحاجات دي. بعد ما بتجمد بنقلها على الحاجات اللي جوه اللي في الفريزر اللي جوه، علشان يعني برضو الطماطم لو حطيتي عليها حاجه تانية فكتها الطماطم طعمها يتغير معاكي. ال3 برطمانات دولة هريسة شطة كنت عاملاها قبلها بيوم، بس طبعا برضو الفيديو لسه ما نزلتوش. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا بأي معلومة. مع الف سلامة والسلام عليكم.